يا بابا، انت هترجع امتى؟ مش عارف يا يوسف، بس أنا عندي شغل كتير. ممكن أجي متأخر وأنت نايم. طب انا كنت عايز نلعب سوا. ما انت كنت بتلعب مع فريدة امبارح. معلش يا يوسف، النهاردة عندي زحمة شغل. تحب أجيب لك حاجة وأنا جاي؟ لا شكرا. طيب يا حبيبي، أنا لازم أقفل عشان مشغول. سلام. سلام. كان دور حلو قوي. طيب يا دوب بقى أنزل عشان ألحق الشغل. بابا، شفت الكابتن اداني ايه النهارده؟ معلش يا يوسف، أنا لازم أنزل دلوقتي عشان عندي ميعاد شغل. باي يا ولاد. باي باي يا بابا، هستناك بقى عشان أغلبك تاني. ها بقى، الكابتن ادالك ايه؟ اوف، مالكيش دعوة انتي. وده ماله ده؟ ماما، انا عايزة اسألك سؤال. هو ليه بابا مش مركز معايا زي الاول؟ بحسه كده مش معبرني. انت عارف بابا بيشتغل اكتر من شغلانة علشان نكون مرتاحين ومبسوطين، وبعدين علشان يجيب لك انت واخواتك كل اللي محتاجينه. يوه، نسيت احط الملح. بس بحس انه ما بقاش بيحبني وعلى طول مشغول. مش معنى يا حبيبي انه مشغول يبقى محبته ليك قلت. ممكن بقى تساعدني وترص الاطباق؟ حاضر. ايه الأوضة اللي فوق بعضها دي؟ ده ليه حق بابا ما يحبنيش؟ أنا جاتلي فكرة. يا بابا، مش أنا بقيت بروق أوضتي كل يوم؟ بجد؟ طب كويس. مش بس كده، ده كمان درجاته الشهر ده حلوة قوي. بابا، ممكن تلعب معايا النهاردة بعد العشاء؟ أنا ما صدقت إنك رجعت بدري النهاردة. معلش يا يوسف، أنا جيت بدري لأني تعبان ومحتاج أنام، وكويس إن لحقتكم على العشاء. مش هتكمل أكلك يا يوسف؟ أنا شبعت وهدخل أنام. مالك يا يوسف؟ شكلك مش مركز وزعلان. في ايه؟ أصل بابا مش بيحبني ومش مركز معايا. ياه، ده انت متضايق قوي. ممكن تشرح لي ايه اللي خلاك تقول كده؟ مش يمكن في حاجة انت مش واخد بالك منها؟ لا، بابا مش بيحبني ولا واخد باله إني بقيت شاطر في المدرسة وبوضب أوضتي، وحتى في البيت بوطي صوتي. أنا عملت حاجات كتيرة حلوة عشان يهتم بيا، لكن برضو هو مش واخد باله. طب انت اتكلمت معاه؟ مش لاحق، هو على طول في الشغل. حكيت مع ماما طيب؟ أيوة، وقالت لي إنه مشغول وإنه بيشتغل كتير عشان يقدر يجيب لنا اللي إحنا عايزينه، بس أنا عايزه يحبني زي زمان. أنا حاسة بيك يا يوسف، ومعاك طبعاً إنها حاجة تضايق، بس أنا شايفة إن باباك لسه بيحبك وحبه ليك ما قلش زي ما مامتك قالت لك. بس يعني هو مشغول حبة في الشغل ويمكن مضغوط من حاجات تانية، وأكيد بيحاول يعمل اللي يقدر عليه علشانك أنت وإخواتك، ومش لاحق يقعد معاك. بس الوقت الأخير أنا بقيت بعمل حاجات حلوة هو ما قالش عليها حاجة، زي المذاكرة وترويق أوضتي. كان نفسي يركز ويحبني أكتر. برافو يا يوسف إنك اتحسنت في المذاكرة وبقيت أشطر، دي حاجة مفرحاني برضو. وكمان برافو علشان بتوضب أوضتك، لأنك بتتعلم تكون مسؤول عن حاجتك، وده بيخليك أحسن. لكن في حاجة مهمة عايزاك تركز فيها. إيه هي؟ مش محتاج تعمل حاجات كويسة علشان الناس تحبك. انت بتعمل الحاجات الحلوة
علشان أنت تكون أحسن. بصراحة أنا فعلا حسيت إني أحسن، بس زعلت إن بابا ما شافش ده. فهماك يا يوسف، بس حتى لو بابا مشغول ومش واخد باله منك، في حد بيحبك جدا جدا واخد باله من كل التفاصيل بتاعتك، وكمان مركز معاك. مين ده؟ ربنا يا يوسف. ربنا موجود دايما وبيحبك قوي قوي من غير ما تحتاج تعمل حاجة حلوة. انت غالي عنده وهو بيحبك بغض النظر عن تصرفاتك. بجد؟ يعني ربنا الكبير قوي ده مركز معايا؟ ويا ترى حبه ليا ده مش بيقل لما بعمل حاجة غلط؟ أيوة طبعا يا يوسف، ربنا بيحبك لأنه خلقك، ولأنك غالي عنده مفيش حاجة غلط هتعملها هتقلل من حبه ليك، ولا حاجة حلوة هتعملها هتزود من حبه ليك، لكن هو دايما عايزك تكون أفضل. شكرا قوي يا مس مريم، أنا بقيت أحسن بعد ما اتكلمنا. وعلى فكرة، حتى لو بابا مضغوط الوقت ده في الشغل، لكن أكيد هو بيحبك وفخور بيك حتى لو مش لاقي وقت يقولك كده. ودلوقتي يلا قوم عشان تلحق الفسحة. لو كنت طويل أو قصير، تخين أو رفيع، كبير أو صغير، غني أو فقير، ربي بيحبني. ربي بيحبني وأنا غالي عنده جدا، قابلني زي ما أنا أحلى خلقته طبعا. ربي بيحبني وأنا غالي عنده جدا، قابلني زي ما أنا أحلى خلقته طبعا. لو درجاتي حلوة أو لو لأ مش حلوة، لو كان لوني غامق أو لو لوني فاتح، ربي بيحبني. ربي بيحبني وأنا غالي عنده جدا، قابلني زي ما أنا أحلى خلقته طبعا. ربي بيحبني وأنا غالي عنده جدا، قابلني زي ما أنا أحلى خلقته طبعا. لو كنت بنضارة أو بلبس سماعة، لو بمشي على رجلي أو حتى بالكرسي، ربي بيحبني. ربي بيحبني وأنا غالي عنده جدا، قابلني زي ما أنا أحلى خلقته طبعا. ربي بيحبني وأنا غالي عنده جدا، قابلني زي ما أنا أحلى خلقته طبعا. إيه ده؟ كده يا لولا كسرتي العربية؟ معلش أنا كنت بلعب بيه فوقعت غصب عني. أنا كنت بحبها قوي. انتي بتعيطي ليه دلوقتي؟ أنا ما عملتلكيش حاجة. انت زعلان مني وانت فضلت تحبني عشان ضايقتك. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ لا طبعا أنا لسه بحبك، انتي أختي وخلاص مش زعلان. ليلى يا لولا. نعم يا ماما. عسولة قوي ليلى دي. هو ازاي أنا بحبها قوي كده حتى وهي مزعلاني؟ ده زي اللي مس مريم كانت بتقوله عن ربنا، إنه دايما بيحبني بغض النظر عن تصرفاتي. يبقى مش شرط عشان بابا مشغول إنه مش بيحبني، أنا برضو ابنه وأكيد هيفضل يحبني، وكمان بابا بيعمل اللي يقدر عليه عشان يخليني مبسوط. أنا كمان بحب بابا زي ما هو بيحبني، بس مش بقوله. إيه ده؟ إيه صوت المفاتيح دي؟ معقولة بابا جه بدري النهاردة؟ بابا على فكرة أنا بحبك قوي. وأنا كمان بحبك يا يوسف، وجيت بدري مخصوص عشان نلعب سوا. أنت أحلى بابا في البهبهات كلها.